بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم قناة الطبخ أسهل مع أم يونس، ومرحبا بالمشتركين الجدد، ونقول لكم شرفتوا القناة. إن شاء الله تكونوا يا العزاز بخير، وإن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. نبدأ وصفتنا على بركة الله. أول حاجة نبدأ بها هي كأس ماء دافئ، أي ما يعادل 200 مليلتر، ملعقتان تاع لحظة، ملعقة خميرة كيميائية، ملعقتان زيت الزيتون، سكر. نخلطوا المكونات السائلة مليح، ونروحوا نضيفوا الفرينة. كي نضيفوا الفرينة نضيفوا معاها الملح. تبعوا معايا دوك تفهموا الوصفة مليح. العجين تاعنا هنا نسيي ما نيبسوش بزاف، نخليه طري يتلاصق شويه، ونعجنوه مليح مليح مده 10 دقائق الى 15 دقيقه، حتى نشوفوا لاباط تاعنا ولات تليس ولات شاده روحها. ندهنوا المول تاعنا بالزيت او زيت الزيتون، ونخلوها تخمر مليح حتى يتضاعف الحجم تاعها. نروحوا الحشو تاعنا او لافاكس، نديرو الزيت ونديرو معاه شويه زيت زيتون باش ما تتحرقليش، نخليها تسخن. نروح نضيفو اول حاجه هي البصل. البصل انا استعملت البصل الاخضر، يعطيني ذوق احسن من البصل الاخر. ومن بعد كي يتقلى شويه نروح نضيفو الفلفل الوان، تحبوا ديروا الاخضر الاصفر الاحمر واش متوفر عندكم. تقليوهم مليح مليح، وتروحوا تضيفوا قطعه من الطماطم المصبره. كي نقلوا هذيك الطماطم المصبره مع الفلفل المليح، نضيفوا الدجاج تاعنا سواء مرحي سواء قطع. بالنسبه للتوابل درت بابريكا، ملح، فلفل اسود، ودرت قبريق قارند وثوم مرحي. نعاود نولوا العجين تاعنا بعد ما خمرنا مليح، نقطعوه الى دوائر هكذا. والبنات كونوا اذكياء، يعني نبداو نحلوا الدائره اللي شكلناها الاول، لانه قد ما تحلوا تريحوا العجين تاعكم راح يريحكم. درت لافاكس تاعي ودرت الاجبان كاع واش عندكم، انا درت المبشور قطع، يعني هولتها بالفرمج لداخل، وتغلقوها بهذه الطريقه، وتحلوها بالحلال على شكل خبزه، يعني وتخلوها تريح جانبا هكذاك 5 دقائق 10 دقائق حتى تخمر شويه، باش تجينا خفيفه من الداخل ما تقعدلناش معجنه. شوفوا راني ننفض فيها هنا من الفرينه. هنا الطاجين تاعي دهنته بالزيت، دهنوه بالزيت باش يعطيكم هذيك التحميره الشابه. وحركوهم من داك يعني باش يطيبوا لكم وجه واحد. جو واحد الخبيزات يا البنات، قمه قمه البنات، بزاف بنان. يعني وصفه جديده البنات مازال ما تحطتش، اول وحده حطيتها البنات. خبوها عندكم، خبوها في عينيكم، حتلقاوها ان شاء الله في شهر رمضان المعظم. دوك تشوفوا هذاك الخفه هذاك التفرميج، يعني نبدلوا شويه، نسيو نلقاو افكار جديده اللي نعتمدوها ونسهلوا بها على روحنا. شوفوا ما شاء الله كيفاش جات خفيفه خفيفه خفيفه، وجات بزاف بزاف بنينه سخونه. حبيباتي ما قعد لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم في فيديوهات مقبله ان شاء الله. سلام.